في نهار 7 من هذا الشهر، اي قبل 2 سيمانات تقريبا من بدايه الماتشات ديال كاس افريقيا، الجمهور المغربي تصدم من وراء معنات شركه بوما الراعيه لاقمصه المنتخب المغربي اطلاق عمليه البيع ديال التونيات اللي غيلعب بهم المنتخب المغربي كاس افريقيا. والصدمه كانت هي الثمن المبالغ فيه بزاف حسب قول الجماهير. في نفس النهار انطلقت حملات كبيره في اكس اللي هي تويتر سابقا كتطالب من شركه بوما انها تشرح للناس السبب ديال الثمن ديال التوني ديال المغرب اللي كيبدا من 1100 درهم، والقبيات اللي كيوصل الثمن ديالهم لازيد من 1800 درهم. والصدمه الاكبر هي ان نفس هاد التونيات ديال نفس الماركه كيتباعوا بثمن اقل بكثير في اوروبا. فاش كتبغي تشري التوني ديال المغرب من بلد اوروبي كيطلع لك في السيت الثمن ديالو 40 اورو، اي تقريبا الثلث ديال الثمن ديالو في المغرب. والقبيه اللي الثمن ديالها 1800 درهم في المغرب ما كيتجاوزش الثمن ديالها 75 اورو في اوروبا. الجمهور المغربي اعتبر بان هاد الثمن غالي بزاف ومبالغ فيه، وبان الشركه استغلت الظرفيه والفتره الزوينه اللي كيدوز منها المنتخب باش تعلي الثمن ديال التونيات كما بغات. ولكن في الحقيقه الجمهور المغربي ماشي هو الجمهور الوحيد اللي كيتشكى من الثمن المبالغ فيه ديال المنتخب او الفرقه ديالو. على العكس لمده طويله جدا هذا الموضوع كان كيشكل موضوع كبير ديال الدابا والنقاش بين المحبين ديال الكره في العالم كامل. السؤال الاهم في هذا الشيء دابا، واش فعلا التونيات الرياضيه كيستحقوا هذا الثمن الغالي بزاف ديالهم، ام ان هاد الشركات غير كتستغل الحب ديالنا والشغف ديالنا بالكره باش دير فينا ما بغات؟ التونيات ديال الكره سيكتور وبيزنس ضخم جدا اكثر من داكشي اللي تقدر تتخيل. الا خدينا مثلا بعين الاعتبار غير الفرق العشره الاكثر شعبيه في العالم غتلقى انه كل 2 ثواني شي واحد كيشري توني جديد ديال الكره، بمجموع اكثر من 18 مليون توني كيتباع في كل عام. والتطور ديال البيزنس ديال التونيات ديال الكره جا معاه ارتفاع كبير في الاثمنه ديالها. التوني ديال مانشستر يونايتد ولا اي فرقه في البريمير ليغ مثلا كان كيتباع ب 30 اورو في عام 1990، دابا كيتباع ب 90 اورو الفيرسيون ديال لي فان وبكثر من 100 اورو في الفيرسيون ديال اللعاب. علاش اذا هذا الفرق كامل؟ واش هذا كامل رباح ولا كتحققوا الشركات المصنعه لهاد الالبسه؟ وعلاش الفرق الام ما كيحتجوش على هذا الشيء؟ باش نفهموا البلان ونقدروا نجاوبوا على هاد الاسئله خاصنا نفهموا اصلا منين جات الفكره ديال تحويل التونيات ديال الكره لمشروع تجاري، وكيفاش ولات بيزنس كيتقدر بمئات ملايين الدولارات في منتصف القرن 19. فاش عاد بدات كره القدم كما كنعرفوها دابا ما كانتش كاع شي حاجه سميتها التونيات، كل لاعب كيلبس اي حاجه بغا. وفاش بان مع الوقت المشكل ديال ان كل لاعب ما كيعرفش يفرق بين اللعابه اللي معاه واللعابه اللي ضده، اول قانون ديال فريق ديال الكره اللي داروا فريق شيفيلد ولا كيشرط ان اللعابه ديال كل فرقه خاصهم يكونوا لابسين قبعات من نفس اللون. ومع مرور الوقت طور الكونسيبت بحيث ولاو كيلبسوا اقمصه من نفس اللون، ثم جات الفكره ديال اللوغو ديال الفريق فوق القميص، ثم الفكره ديال اضافه رقم لكل لاعب في الظهر ديال القميص باش الجماهير يقدروا يفرقوا بين اللعابه. ولكن التغيير الاكبر والفكره الاكثر عبقريه اللي غتخلق بيزنس جديد كليا من خلال التونيات ديال الكره هي الفكره اللي جابها واحد الفريق الماني سميتو براونشفايغ. اول مره في التاريخ ديال الكره براونشفايغ زادوا شعار ديال شركه في الاقمصه ديالهم اللي كيلعبوا بهم الماتشات، وهكا ولات كاع الجماهير الحاضره كتشوف في ذاك اللوغو. ولكن هذه الفكره العبقريه ما كانتش كتعتبر عبقريه في ذاك الوقت، على العكس المحبين ديال الكره اعتبروا بان هذا الفعل تنقيص من القيمه ديال هذه الرياضه، انه غيخلي الشركات اللي اصلا كيتحكموا في كل شيء يتحكموا حتى في الفراقي ديالهم اللي كيعشقوها. هذا الشيء ما فكركش بشي حاجه تماما؟ هذا الشيء بحال اللي وقع لفلورنتينو بيريز فاش اقترح على الفراقي ديال اوروبا انهم يديروا السوبر ليغ، وخرجوا الجمهور والصحافه وقال لك كره القدم للفقراء ماشي للاغنياء. الضجه في ذاك الوقت وصلت لدرجه ان القنوات ديال التلفازه ولات كترفض تنقل الماتشات ديال الفرق اللي دايرين دي سبونسور في التونيات ديالهم. ولكن مباشره من وراها غتجي الفكره ديال النقل التلفزيوني واقتسام الارباح بين الفرق ديال الكره والقنوات ديال التلفازه، وهذا الشيء خلاهم دغيا يبدلوا رايهم ويوليو حتى هما باغيين الحق ديالهم في الطورطه. في السنوات ديال الثمانينات والتسعينات زادت الشعبيه ديال الكره بشكل جنوني وتطورات معها كاع لي بيزنس المتعلقه بها، واهمها البيع ديال التونيات. الدور ديال التونيات والديزاين ديالهم ما بقاش مقتصر غير على ان الفريق يلعب بهم الماتشات ديالو ديال الكره، بل ولاو كيتصايبوا على اساس ان الناس ولا فان ديال الكره يوليو قادرين يلبسوا في حياتهم اليوميه مع الحوايج ديالهم الاخرين. باريس سان جيرمان مشات كاع بعيد بهذه الفكره في السنوات الاخرى وحولت العلامه ديال الفريق ديالها الايقونه ديال الفاشن، لدرجه انها ولات كتعرض التونيات ديالها مع اكبر الماركات ديال الفاشن في وسط باريس فاشن ويك. واش هذا الشيء يعني ان الماركات ديال الالبسه الرياضيه ولات كتزيد في الاثمنه ديال التونيات كما بغات باش تزيد الارباح ديالها على حساب الجمهور؟ باش نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا نعرفوا 3 ديال النقط اساسيه. اول وحده هي لانفلاسيون، التضخم. من عام لاخر كتكون ديما في كاع المواد اللي كنكونسوميوها في حياتنا اليوميه واحد النسبه ديال التضخم اللي هي معدل زياده الاثمنه ديال السلع اللي كنستهلكوها. الا رجعنا للمثال ديال التونيات ديال الفرق ديال البريمير ليغ اللي داز الثمن ديالهم من 30 يورو في عام 1993 ل 80 حتى 90 يورو في عام 2022، ورجعنا لنسبه التضخم من ذاك الوقت لدابا اللي هي في المعدل نسبه ديال 2.8% كل عام، غنلقاو ان القيمه ديال 30 يورو في عام 1993 كتسوى دابا حوالي 73 يورو اللي هي ما بعيداش بزاف على الثمن ديال التوني دابا. هذا الشيء ما كيعنيش طبعا ان 73 يورو هو الثمن الرخيص باش تشري مجرد توني ديال الكره، ولكن في نفس الوقت كيعني ان هاد الشركات ما زادوش بزاف في الفرق ديال الثمن من التسعينات لدابا. الجانب الاخر واللي خلى التونيات ديال بعض الفرق يفوت 100 يورو هو الجانب التسويقي للجمهور.
الجمهور. فاش بداو الفراقي كيبيعوا التونيات ديالهم للجمهور في التسعينات كانوا كيصنعوا تونيات مخصصه للاعبين وتونيات اخرى مخصصه للبيع للعموم. التونيات المخصصه للاعبين كتكون مصنوعه على اساس انها ما تتعرقش بزاف وتكون مريحه وخفيفه في الوزن باش تخلي اللاعب مرتاح في الماتش كامل ويدير احسن بيرفورمانس ديالو، في الوقت اللي التونيات المخصصه للجماهير كتكون زوينه في الشكل ديالها وواسعه شويه اكثر باش تجي مع اللباس اليومي ديال الشخص اللي غيشريها، سواء كان غيلبسها مع الجين سروال ولا اي حاجه اخرى. في التسعينات والبدايه ديال الالفينات كان كل فئه والتوني المخصص لها، ولكن فاش الشركات شافت ان فئه كبيره ديال الجمهور ولات باغا تشري التونيات المخصصه للاعبين باش تعرف كيفاش اللاعبين المفضلين ديالهم كيحسوا فاش كيلبسوا التوني ديالهم، قررت هاد الشركات انها تولي تبيع حتى البلاير فيرجن ديال التونيات ديالها للجمهور، ولكن باثمنه كبر بزاف كتفوق ال 100 يورو، وهذا الشيء غير فيما يتعلق بالفراقي ديال الكره. اما فاش كندويو على المنتخبات فكتبدا حسابات وحده اخرى. اجي ناخذوا مثلا ليكزامبل ديال التوني ديال المانيا في كاس العالم 2018 باش اديداس تصايب التوني ديال المنتخب ديال المانيا وتحطو عندها في الوير هاوسز ديالها، هذا الشيء كيكلفها تقريبا 8 يورو باش تنقل هاد التونيات من الوير هاوسز ديالها لعند لي ديستريبيوتور او لي ماغازان ديالها في دول وحده اخرى. كيتزادوا عليها دي شارج وحده اخرين اهمهم المصاريف ديال النقل، المصاريف ديال الديوانه والاسيورونس ديال الترونسبور، هذا الشيء كيزيد عليها تقريبا 0.60 يورو ديال لي شارج على كل توني. باش تبيع اديداس التوني ديالها للكليون فينال في الغالب ما كتبيعوش هي براسها بل كتبيعو عن طريق دي ماغازان ودي ريزو ديال الديستريبيسيون بارتنير ديالها في العالم كامل، وهادو كياخذوا تقريبا 40 يورو ديال الربح على كل توني باش يقدروا حتى هما يغطيو المصاريف ديالهم. الضرائب كتقدروا تقريبا ب 20% من الثمن ديال البيع النهائي، اي ما يقارب 14 يورو الا كان الثمن ديال التوني داير 90 يورو. والحملات التسويقيه والاشهاريه على التوني كتقدر في المعدل ب 2.60 يورو على كل توني، وعاد لي فخي ديال التوزيع الخاصين بالشركه اللي كيتقدروا ب 2.25 يورو على كل توني، وزيد عليها تقريبا 5 اورو ونص اللي هي النسبه اللي كتاخذها الفيدراسيون من كل توني باش تعطي الشركه الحق في استعمال اللوغو والسميه ديالها. هذا الشيء كيعني انه الا كان الثمن ديال التوني 90 يورو الشركه كيبقى لها ربح صافي ديال 17 يورو. فاش كتجي تشوف الامور بهذه الطريقه وبهذه الحسابات اللي درناها كتجيك لوجيك ان التونيات يتباعوا ب 90 حتى ل 100 يورو كاع، ولكن الشيء اللي دارته بوما مع التونيات ديال المغرب وبيعهم بازيد من 2000 درهم على كل توني غريب شي شويه. الغرابه كاينه في انه من جهه كاين تفاوت كبير بين الاثمنه ديال التونيات في المغرب وفي اوروبا، الشيء اللي كيعني انه في كل الاحوال الثمن باش طالع التوني ما غيكونش كيتجاوز 40 اورو اللي كيبيعوا بها في اوروبا، لان الشركه طبعا ما غتبيعش بالخساره. ومن جهه اخرى لانه حسب جريده الاش 24 بوما استغلت هذه الظرفيه ورفعت الثمن ديال التونيات القدام اللي لعب بهم المغرب المونديال لازيد من 2100 درهم. وفي ظل عدم وجود شي اجابه رسميه ديال الشركه كيبقاو جوج ديال الاحتمالات اللي يقدروا يفسروا هذا الشيء اللي وقع، يا اما فعلا الثمن الحقيقي اللي خصو يكون ديال التوني هو اللي كاين في اوروبا والشركه استغلت هذه الهايب الكبيره اللي كاينه على المنتخب في المغرب باش تتحكم في الاثمنه وتطلعها كما بغات بدون اخذ بعين الاعتبار القدره الشرائيه ديال الناس، ام ان الثمن الاصلي اللي مسلكها هو اللي كاين في المغرب. وكاين شي اتفاق بينها وبين الجامعه المغربيه لكره القدم لتخفيض الثمن في اوروبا باش يزيدوا يخدموا على البراند ديال المنتخب في الدول الاوروبيه. قول لنا انت التفسير اللي بان لك اكثر منطقيه، وعلاش في نظرك الجامعه المغربيه ولا جمعيه حمايه المستهلك في المغرب ما تدخلاتش ودوات على هذا الموضوع؟ هذا ما كان.